الرجل الدب مطرح ما تحب، وانا صنعتي مسحراتي في البلد جوال. النهارده هنعمل الصلصة بتاعت الكشري زي بتاعت المحلات بالظبط. هنجيب 2 كيلو طماطم، وهنجيب بصلاية متقطعة 4 و4 فصوص توم متقشرين منضفين، وهنجيب البهارات بتاعتنا: توم باودر، كركم، فلفل أسمر، حبهان، 7 بهارات، كزبرة ناشفة، 8 بهارات، كوباية فيها معلقتين خل عشان المزازة، زائد معلقة دبس رمان، ومعانا باربيكيو هنحط معانا معلقتين أو 3. هنقطع الطماطم عشان هنحطها في الحلة، ومعاها شوية مية وعليها الخل ومعاها البصل، ونسيبها على النار حوالي 10 دقايق لربع ساعة، وبعد كده هنضربها في الخلاط. نسيت اقول لكم هنجيب كيس صلصة صغير، يعني اللي حابب حابب، مش حابب خلاص. كده خلصنا. هنجيب الحلة بتاعتنا ونحط الحاجة فيها. شكرا يا ابو عماد. وادي الحلة بتاعتنا هنحط فيها الطماطم، وادينا حطينا الطماطم بتاعتنا في قلب الحلة، ونحط عليها مقدار كوبايتين مية، ما نكترش عشان الطماطم فيها مية، ونحط البصل بالثوم بتاعنا زي ما هو كده، ويلا بينا على النار مع زنفل افندي. وادينا ولعنا زنفل افندي، ونحط الحلة بتاعتنا، وبعد ما ابتدت تستوي مع التقليب المستمر، وبعد ما خدت ربع ساعة على النار مع المعلم زنفل، نطفي عليها ونسيبها تبرد شوية، ونروح على هيمة الخلاط بتاعنا. وادي هيمة هنبتدي نعبيه، وادي هيمة معانا تقطيع متقطع، زي ما انتوا شايفين. واخيرا رجعنا لكم بعد ما عصرنا كل الطماطم في قلب الخلاط هيمة، وحطيناها في الحلة الجديدة، وولعنا عليها مع زنفل. هنستنى عليها حوالي 5 دقايق لغاية بس ما تستوي شوية، ونحط التوابل بتاعتنا. ودلوقتي بعد ما ابتدت تستوي شوية وتقوم، هننزل مرق الدجاج فورية، ونقلب. وبعد كده ننزل بالصلصة بتاعتنا، دي اختياري بس بتعمل مزازة جميلة جدا. هنبتدي ننزل بالبهارات بتاعتنا اللي احنا قايلين عليها: فلفل وكمون وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا و7 بهارات وسنة من مرق اللوري والحبهان مطحون، وننزل بيه. وبعد ما قلبنا كويس هننزل بدبس الرمان والخل، هيعملوا مزازة جميلة جدا. بعد كده هننزل بصوص الباربيكيو، معلقة صغيرة، هتدي طعم روعة. بعد كده بقى آخر تكاية معانا: سكر عشان يمنع الحموضة، معلقة ماء كبيرة ملح، فلفل أسمر حب، شطة، بهارات 7 بهارات والكبيرة السني، ونقلب. وبكده أعزائي مشاهدي قناة مطبخ الكحيانين والجماعة المفلسين، نكون عملنا صلصة الكشري. وإلى اللقاء في حلقة قادمة.
اوعوا تنسوا اللايك والشير والاشتراك على قناتنا، قناة مطبخ الكحيانين والجماعة المفلسين.